السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، استوقفني قوله تعالى: كذلك مكنا ليوسف في الأرض. مكنا ليوسف في الأرض، الله هو الممكن، والتمكين قبول رباني وسر إلهي ليثبت الإنسان. يأتي هذا التمكين بعد سنوات من السكنى في الجب والحبس والتشريد والطرد والتهم. مكنا ليوسف في الأرض، فالأرض أرض الله. كان هناك حكام وملوك وكبار، ولكن الله مكن. قدرة الله لا يردها شيء. هذا الطفل المشرد عن أبويه، المتهم، المحبوس في زنزانة، يمكن في الأخير. مكنا ليوسف في الأرض. كانت الأرض آنذاك مصر، وأنا من مصر أتكلم. دخل غريبا فريدا شابا وصار عزيزا ملكا. التمكين والإمامة في الدين تحصل بالصبر واليقين، فاصبر عن الشهوات واصبر على الشبهات. مكنا ليوسف في الأرض لأنه كان في الجب يذكر الله ويعبده، وفي الزنزانة يعبد ربه، وفي الصحراء وفي السوق. إذا أردت أن يمكن لك الله في القلوب فعليك بطاعة علام الغيوب، لا إله إلا هو ولا رب سواه. مكنا ليوسف في الأرض. كانت الدنيا ضده، إخوانه، الملك، القصر، وفي الأخير مكن ليوسف. شكرا لكم وتقبل الله مني ومنكم، وأوصيكم بتدبر كتاب الله عز وجل. نفعني الله وإياكم بآياته المحكمات.